أهلا بيكم في مطبخ وديدة. وصفة النهاردة بسيطة وسهلة وموجودة في كل بيت، وكنا بنعملها زمان لما بنكون عايزين حاجة حلوة سريعة. الشعرية باللبن. أول حاجة نجيب نص معلقة سمن ونحطها في الحلة تسيح، وكوباية شعرية، مج شعرية يعني، ونحطه تحمر. طبعا هي بتاخد وقت شوية عبال ما بتتحمر، يعني تقريبا 5 دقايق كل شوية، ولازم باستمرار ما نوقفش خالص، لأن لو وقفنا في وحدات شعرية هتاخد لون والباقي هيبقى أبيض فمش هتبقى حلوة. لازم باستمرار الشعرية تتقلب. نقلب. خلاص كده احنا قلبناها. طبعا أنا فصلت عشان ما يبقاش طويل عليكم الفيديو. قلبناها خدت اللون ده. هنحط 2 مج لبن، ده الأول. مج تاني هنحطه ونقلب كويس. وحطيت تقريبا 4 معالق سكر، بس طبعًا السُكّر ده حسب الرغبة، يعني أنا ما باحبش السُكّر عالي أوي، ممكن أنتم تزوّدوا، تقلّلوا على حسب أنتم حابين السُكّر يبقى عامل إزاي. حتّة اللبن في الشعرية دي جرّبوها، بتدّي دسامة أوي لمّا الشعرية بتستوي في اللبن. زمان ما كُنّا عند ماما، كانت بتعمل الشعرية وتحُط عليها مَيّة وسُكّر وتستوي فيها وبعد كده اللبن. لأ، الطريقة دي بتخلّيها غنية أوي ودسمة وجميلة. هتستوي، وطبعًا لمّا تعوز لبن ممكن نحُط تاني، يعني أنا حطّيت تقريبًا نُص كوباية تاني. تمام كده خلاص استوت. هنبدأ بقى نحطها في الطبق. جميلة وبتبقى دسمة وحلوة جدًا وشكلها جميل أوي. عايزة أقول لكم إن الساعة 00:00 دلوقتي، 00:00 وكان نفسي أوي آكل حاجة حلوة، فقُلت أعملها عشان سريعة. أهو. على الوش بقى ممكن نحط زبيب وبندق، ممكن نحط فستق، اللي عندكم أو اللي أنتم عايزينه، لكن أنا عن نفسي باحبها كده سادة. تمام، حلو أوي. جربوها باللبن مش بالمَيّة في الأول، تستوي في اللبن، بتفرق جدًا في الطعم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، وبألف هنا.